بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده أول حلقة في برنامج جوز دنابل اللي احنا اتفقنا إن احنا هنعملها، اللي انتوا كلكم استنيتوها. هنعمل النهارده بدمبلين بس كل تمارين الجسم. هنبدأ النهارده بتمرين الباي. تمرين البايسبس هي عضلة مهمة جدا وكلنا هنعوز نكبرها جدا عشان هي اللي بتخلي شكل الدراع متناسق وشكله جميل. تمرين الباي كذا تمرين احنا هنعملهم كلهم او معظمهم بالدنابل، بس لما نيجي عامة نلعب يعني احنا حتى لو عملنا 3 أو 5 أو 6 تمارين نلعب لما نيجي في تمرينه نلعب 3 تمارين أو 4 تمارين بس ونبدل. يعني النهارده لعبنا 3 تمارين، المرة الجاية نلعب 3 تمارين غيرهم عشان العضلة تستفاد. العضلة لما بتاخد على وقت معين بنوع تمرين معين بيبقى استجابتها ان هي تكبر اقل بكتير. هنبتدي دلوقتي بتمرين التبادل. دمبلين زي ما احنا شايفين كده، هنبقى واقفين بالوضعية دي وهنلعب بالتركيز ده. 1 2 3 4 5 وهنكمل واحنا قاعدين. يستحسن في تمرين الباي تتلعب واحنا قاعدين لان يبقى التركيز فيها اكبر على الدراع. 6 7 8 9 10. ده اول تمرين من تمرين الباي اسمه تمرين التبادل. تاني تمرين هنلعبه اسمه تمرين الارتكاز وهنلعبه بالوضعيه دي، وده بيدي الباي شكل جانبي وبيساعد في تكوينها. هنلعبها بالطريقه دي. كوعين عند المفصل تقريبا ونعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ايه الثانية؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ده تاني تمرين لعبناه. كل تمرين اللي احنا بنلعبها دي انا بلعبها مره واحده بس. احنا المفروض لما نلعبها 10 عدات في 3 مجاميع. يعني هنلعب 3 مرات زي ما انا لعبت كده، كل مجموعه 10 عدات وما نكترش عن 10 عدات الا لو قادرين قوي يعني. ونلعب باوزان تصاعديه. يعني انا مثلا لعبت ب 10 دلوقتي، لما تيجي تلعب العب شوف وزنك تقدر تشيله كويس. مثلا 5 العب ب5 وبعدين 7.5 وبعدين 10. انا قادر العب ب10، هلعب ب10 15 20. وواحده واحده هتقدر تشيل اوزان اكتر، وواحده واحده عضله البايسبس هتكبر اكتر. ده تاني تمرين معانا. تالت تمرين معانا اسمه الفردي. العبه بالوضعيه دي، وده بيساعد على فرد الباي عشان لما تيجي تعمل باي كده ما يبقاش فيه الحته اللي فاضيه دي. تمام؟ هنلعبها دلوقتي. جاهزين؟ بنحط الكوع عند المفصل تقريبا وننزل ونطلع بتركيز. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. أظهر هاند بنفس الوضعية بنفس التركيز. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ده تمرين الفردي او الهورس اللي لعبناه دلوقتي في الباي. برضه هنلعب 3 مجاميع في 10 عدات تصاعدي. رابع تمرين معانا اسمه تمرين الهامر. التمرين ده بيساعدنا ان احنا نفرد الباي وكمان بيشغل معانا عضله الساعد، ودي عضله مهمه جدا. وده ممكن نلعبه واحنا واقفين بسهوله جدا. ممكن نلعبه بايدينا الاثنين او بايد واحده بالوضعيه دي. 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10. ده تمرين الهامر، وده رابع تمرين معانا. نلعب بقى شويه ريست. عضله الريست عضله مهمه جدا، وبرده بتساعد في شكل الدراع. الريست اللي هي العضله دي، وطبعا لما نلعبها اكتر هيطلع فيها عروق، وهيبقى ضخمه، ويبقى فيها شكل احسن يعني. برضه احنا قاعدين كده بمنتهى السهوله، واحنا قاعدين في البيت وسط اهلنا، ولا نروح جيم ولا ندفع فلوس باي حاجه. كل اللي نحتاجه جوزين دنابل، ودي فكره البرنامج. بنحط ايدينا بالوضعيه دي، ونبدا ننزل ونطلع بالراحه جدا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. other hand. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لعبنا ريست. ممكن برضو، بس الريست ده لما نيجي نلعبه مع الباي، او نلعبه مرتين في الاسبوع، ما نكترش عن كده، عشان العضلات الصغيره لو كترناها بتلاقي العضله مش بتكبر، بالعكس ممكن تصغر، وده بيسموه يعني في لغه الحديد انها كده تحرق العضله. نلعب تمرين ساعد اللي هي العضله دي. برضه لما تكبر بترسم الدراع، بدل ما يبقى الباي شكلها كبير والدراع على ضيق او نازل على صغير. هنلعبها بالطريقه دي، ان احنا ممكن نمسك الدمبلز، يا اما نلعبها ان احنا نشرخها، يا اما ان احنا نضخمها. لو هنضخمها هنمسك الدمبلز بالطريقه دي، وهنلعب كده ايدينا كده بالظبط. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نلاحظ ان اهم حاجه في التمرين هو التركيز، وانك تطلع بالراحه وتنزل بالراحه. مش هلعب كده واطوح العضله، لانك انت لو عملت كده هتلاقي ظهرك هو اللي شايل كل حاجه. انما انت اهم حاجه تحس بالعضله وهي شغاله، وانت طالع وانت نازل. عامه ده احنا قلنا لو عايزين نضخم الساعد. لو عايزين نشرخ الساعد هنمسك الضغط وبالراحه بهدوء خالص. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برضو 3 مجاميع في 10 عدات. ده أول حلقة من حلقتنا. شكرا جزيلا. كان معكم كابتن خالد جمال. شكرا.